إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. ينافس فريق الوداد الرياضي بقوة على صفقة ضم اللاعب الطوغولي إسماعيل أورو أغورو هداف الدوري الإثيوبي لكرة القدم وسط منافسة قوية من فريق الجيش الملكي والرجاء. وكشفت مصادر مطلعة أن الجيش يتزايد برفقة الوداد والرجاء لتقديم عروض مغرية للاعب المذكور، ويسعى الجيش الملكي للتعاقد مع الهداف الدوري الإثيوبي من أجل تعويض رحيل الإيفواري جوزيف جيدي إغنادو بعد انتهاء عقده. ويحاول فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بالإضافة إلى الرجاء والجيش الملكي في المنافسة لضم أجود اللاعبين في الميركاتو الصيفي بحكم المسابقات المقبلة للفرق المذكورة، بحيث أن الجيش الملكي سيشارك في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام لأكثر من 10 سنين بالنسبة للجيش، في حين أن الوداد الرياضي منافس على عدة وجهات منها الكأس العربية وكذلك دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى دوري السوبر الجديد الذي يشارك فيه الوداد بالإضافة إلى 7 أندية، ويشارك كذلك في كأس العرش والبطولة الاحترافية، في حين أن الرجاء إلى حدود الساعة لم يضمن المشاركة في المسابقات الإفريقية، في حين أنه سينافس النهضة البركانية على لقب كأس العرش الذي يخول له مقعدا في كأس الكونفدرالية العام القادم. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.